تعالوا بقى معايا اوريكم حاجه اسمها البارتيسيبل كلوزز. يا مستر اسمها ايه؟ بارتيسيبل كلوزز. هشرح حاجه النهارده اسمها اسم الفاعل واسم المفعول. هتبدا انت بقى بايه؟ هبدا باسم الفاعل. مين هو يا مستر اسم الفاعل؟ اسم الفاعل ده يقول لك هي الجمل التي تبدا بايه يا مستر؟ بالفيرب بلس اي ان جي. افتر رابط، صح؟ الفعل الاول والفعل الثاني بعد الرابط معلوم. يعني ايه بقى استخدم اسم الفاعل؟ ماليش دعوه بافتر ولا دعوه بشيء. اروح اجيب الفاعل اللي هو هاد، اجيب منه اسم الفاعل. اسم الفاعل فيرب بلس ان جي، اجيب من هاد المصدر اللي هي هاف. لما انا عباره زي دي كده انت ممكن تحفظها. انا ما ارضلكش ان انت تحفظها. ليه؟ لانه مش هيجيب لك شكل مباشر ليها. طيب يا مستر ماشي، يعني اقول having played chess she went for a walk. هي playing chess he went for a walk. وده اللي جه في الامتحان التجريبي. اتفضل يا حبيبي. اسم مجهول بعد افتر لو جه مجهول. ايه موضوع ان بعد having لازم يجي وراها بين تصريف ثالث؟ بص، انا احبك واعشقك وانت بتفهم. يعني يا مستر ايوه انا بعشق الطالب اللي بيفهم، ما بحبش الطالب الايه الحفيظ. يعني في النظام الجديد مش عايز حفظ، تتضرب على طول في كل المواد لو حفظت. لما اجي اقول لك افضل واجي اقول لك علي واجي اقول لك هاد. As a cinema my family admires the actor gave his role well. طب ازاي يا مستر؟ يعني عايز تقول ايه؟ بص تعالى امسك الجمله كده واحده واحده اهضمها. في السينما عيلتي اعجبت بالممثل اللي. اكتور ده عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل، ما خدت ضمير وصل في ثانيه. العقل ما يجيش معاهم. لو انا قلت بيرفورمت غلط، طب ما انا ممكن اقول يا مستر يأدى. لا، من غير ضمير وصل ما ينفعش. عارف لو في ضمير الوصل هو قال لك هو بيرفورمت صح. ركز في اللي انا بكتبه كويس. تاني يبقى افتر فعل اول فعل تاني معلوم، هافينج وراها تصريف ثالث صح. ابدا بالاي ان جي على طول اللي هو الفعل اللي بعد هاف صح. استعمل افتر بدون فعل اي ان جي صح. لو انا قلت اعجبت بالدروس التي شرحت في المدرسه بشكل جيد، لازم في الجمله دي يكون في ضمير وصل وباسف بعد. يعني انا قلت انا اعجبت بالدروس شرحت في المدرسه بشكل جيد، لا التي شرحت. في الحاله دي الادق استعمل اكسبليند وترجمها التي شرحت، لان اصل الجمله كان فيها ضمير وصل. هنا ذا ليسون الدروس التي شرحت في المدرسه بشكل جيد، المعنى غير مختلف. هنا ما ينفعش غير اختار الباسف بس، وما ينفعش اختار اسم المفعول. اشوفكم على الف خير. سي يو.